قبل أي دور كبير بعض الممثلات الكوريات بيقرروا يغيروا شكلهم بالكامل من الدايت القاسي للتدريبات المكثفة. التحولات دي صدمت الجمهور. تعالوا نشوف مع بعض أكتر 5 ممثلات اتغير جسمهم بشكل جنوني قبل أدوارهم المهمة. رقم 1، بارك شين هاي. بارك شين هاي واحدة من أشهر الممثلات الكوريات، بدأت التمثيل وهي صغيرة جدا واستمرت في العمل ل20 سنة تقريبا. طوال مشوارها الفني الناس لاحظت أحيانا إن شكلها بيبقى أنحف، لكنها بنفسها قالت إنها ما بتتبعش حميات تجويع لإنقاص الوزن. بدل كده هي بتحافظ على جسمها من خلال التمارين الرياضية المكثفة، خصوصا لما بتكون بتجهز لدور أو تصوير. في مقابلة حديثة ذكرت إنها بتتمرن ساعات يوميا كارديو صباحا وتمارين بتكون بالليل، بدل ما تقيد أكلها جدا، لأنها بتؤمن إن الرجيم القاسي ممكن يضر الجسم والبشرة. في الماضي كمان كانت بتمارس الرياضة بانتظام لأنها مش بطبيعتها نحيفة أصلا، ولاحظت إن التمارين بتساعدها تبقى أفضل وتحافظ على شكلها. يعني أسلوب بارك شين هاي في الحفاظ على الوزن إنها بتعمل رياضة مستمرة. هي معروفة بإنها بتتمرن بامتياز، خصوصا الكارديو وتمارين القوة، وده بيخلي جسمها رشيق بدون ما تضطر لحميات قاسية. ومش دايما بتتبع الدايت، هي نفسها أكدت في مقابلات إنها ما بتتبعش رجيم قاسي لإنقاص الوزن، وده لأنها شايفة إن هو بيضر الصحة والبشرة. أما بالنسبة لتحضير الأدوار، لو في دور محتاج جسم أنحف أو أكتر تناسق، هي بتحرص على زيادة التمرين بدل ما تقلل أكلها بشكل مبالغ فيه. أما بالنسبة للتوازن الصحي، فبارك شينهاي دايما بتقول إن الصحة أهم من النحافة الشديدة، وده بيخليها تحافظ على شكلها الطبيعي وفي نفس الوقت تبان رشيقة على الشاشة. يعني التحول في شكلها اللي الناس لاحظوه على مر السنين اللي فاتت كانت نتيجة لتمارين الرياضة، مش رجيم قاسي أو فقدان وزن صادم. رقم 2، كيم يو جونج. ممثلة كورية بدأت التمثيل وهي طفلة، ومعروفة بجسمها النحيف الطبيعي من البداية. خلال مسيرتها الفنية لاحظ الجمهور أحيانا إنها بتظهر بشكل أنحف في بعض أعمالها، خاصة المسلسلات التاريخية زي مسلسل Love in the Moonlight، لكن ده كان طبيعي ومعتدل جدا. السبب في التغيير ده غالبا كان تناسب مظهر الجسم مع الملابس التقليدية أو الكاميرا والإضاءة، ومش بسبب إن في رجيم قاسي أو دايت جنوني. أي تغير في وزنها كان جزء من طبيعة الجسم والتناسق مع الدور، مش تحول درامي أو صادم. كيم يو جونج نفسها ركزت على تمثيلها وتنويع أدوارها، وما اعتمدتش على خسارة وزنها بشكل كبير لمجرد الدور أو لمجرد إنها تكون ترند. رقم 3، الممثلة هان سو هي. ممثلة كورية جنوبية معروف بجسمها النحيف والطويل، وده بيكون جزء